المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزارة الصحة تقوم بتطعيم أكثر من نصف مليون طفل ضد مرض الدرن والحصبة الألماني وتوزيع فيتامين ألف. تنفيذ أنشطة الحفاظ على التربة والمياه بمناسبة اليوم العمال العالمي. تخريج ضباط شرطة مدربون على تكنولوجيا الكمبيوتر. بعد الاتحاد الأوروبي، واشنطن ولندن تفرضان عقوبات جديدة على إيران. 20 قتيلا من الجيش السوري وقوات موالية في هجمات لداعش. ومقتل قائد الجيش الكيني و9 ضباط كبار بتحطم مروحية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قالت وزارة الصحة إنه سيتم تطعيم أكثر من 520 ألف طفل ضد مرض الدرن والحصبة الألمانية وتوزيع فيتامين ألف في جميع أنحاء البلاد. وقال رئيس برنامج التطعيم الوطني بالوزارة سيد تيدروس يحدوغو لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا إنه تم تكثيف الاستعدادات اللازمة للحملة التي سوف تنتظم في الفترة من 24 وحتى 28 من أبريل، وسيتم التطعيم في 1267 نقطة تطعيم، منها 302 نقطة تطعيم دائمة و900 مؤقتة و65 متنقلة. وأشار إلى أنه تم تجهيز أكثر من 4000 مشارك، 40% منهم من وزارة الصحة و23% من الهياكل الإدارية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة من حيث المرافق والتجهيزات. ودعا سيد تيدروس إدارات الضواحي إلى العمل على نشر المعلومات للمواطنين وعلى أولياء الأمور لأخذ أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 5 سنوات إلى أقرب مركز تطعيم. ووصلت نسبة التطعيم للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة إلى أكثر من 98% بعد أن كانت 10% في بداية الاستقلال. كما ارتفع عدد أنواع اللقاحات من 6 إلى 14 نوعا وفقا لوثائق وزارة الصحة. أطلقت الكونفدرالية الوطنية للعمال في إريتريا حملة تنموية بمناسبة يوم العمال العالمي للعام 2024 بعنوان الكفاءة المهنية محرك للتنمية. وعليه وبالتزامن مع أسبوع التشجير قام 248 عاملا من 9 مؤسسات بأعمال الحفاظ على المياه والتربة في ضاحية دنبزاول بالإقليم الأوسط. وشملت الأعمال النفيرية التي نفذت في 17 من أبريل أعمال التدريج وإعداد الحفر للشتلات بحسب المعلومات الواردة من قسم العلاقات العامة بالكونفدرالية الوطنية للعمال. وقال المشاركون في حملة النفير إن المشروع هو استمرار لحملة التنمية التي يقومون بها منذ العام 2011، مشيرين إلى أن نتائجه ظلت تبرز يوما بعد يوم. وأوضحت لجنة الكونفدرالية الوطنية للعمال نجاح النشاطات التنموية الجارية في تحقيق استقرار البيئة، ذاكرة استمراريتها بأكثر تنظيما ودقة. شهد العام الماضي غرس أكثر من 15,000 شجرة عبر أكثر من 5,000 عامل من مختلف المؤسسات المنظمة في إطار الكونفدرالية الوطنية للعمال. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال في إريتريا بمناسبة الأول من مايو اليوم العالمي للعمال للعام 2024 نظمت ندوات وورش عمل ومسابقات المعلومات العامة والأدب للعمال المنظمين في جميع الأقاليم بمناسبة يوم العمال العالمي. تبرعت مجموعة APLF هيجدف فيجن روم والتي تضم أعضاء يعيشون في بلدان مختلفة للمحاربين القدامى المعاقين في معسكر دندن، تبرعت بمعدات طاقة شمسية بقدرة 4.4 كيلووات كلفت 120 ألف نوفا. وقد تم في حفل التسليم الذي حضره أعضاء المكتب المركزي للجمعية تم دمج الطاقة الشمسية المتكاملة مع الطاقة التي يحتاجها المحاربون القدامى في حياتهم اليومية، حيث تم شراء الطاقة الشمسية المتكاملة من السوق المحلي.
من جانبهم قال أعضاء مجموعة بالتوك PLF هيكدف فيجن روم إن رعاية المحاربين القدامى بشكل عام ومقدمي الرعاية بشكل خاص هي مسؤولية كل مواطن، وأوضحوا بأن ذلك يمنحهم الرضا الضميري للمساهمة بما في ذلك أو بما في وسعهم. وقال المصدر إنهم تبرعوا أيضا بملاعب البلياردو للمحاربين القدامى المعاقين. من جانبه شكر رئيس فرع معاقي الحرب في معسكر دندن السيد يماني أرآية أعضاء مجموعة بالتوك PLF هيكدف فيجن روم على مساعدتهم، وحث المواطنين الآخرين على أن يحذوا حذوهم. كما قام في 2 من أبريل 2024 الأعضاء الإرثيون المهتمون وغير الأعضاء في مجموعة بالتوك PLF هيكدف فيجن روم قاموا أيضا بمساعدة مادية تبلغ قيمتها أكثر من 388 ألف نقفة، حيث تمثلت في 500 بطانية و590 ملاءة إلى الجمعية الوطنية لقدامى المحاربين المعاقين في إريتريا. وفي الوقت نفسه تبرع أعضاء الجمعية الوطنية للمحاربين القدامى الإريتريين في فرانكفرت الألمانية والمناطق المحيطة بها، تبرعوا بمبلغ مالي قدره 475,846 نقفة لصالح الجمعية الوطنية للمحاربين القدامى الإريتريين، حسب ما ذكر المكتب المركزي للجمعية. تخرج 17 ضابط شرطة و10 أعضاء من دائرة السجون والإصلاحيات الإريترية في 18 من أبريل بعد تلقيهم تدريب استمر ل6 أسابيع متمثلا في مجال تكنولوجيا الكمبيوتر والإنترنت والجرائم ذات الصلة في مركز تدريب الشرطة وقوات الأمن في دكا محرم. وقال الرائد عن دوم محاري رئيس التعليم المهني للشرطة إن التدريب اشتمل الاستخدام العلمي لأجهزة الكمبيوتر وتقنيات توثيق الكمبيوتر وجرائم الكمبيوتر وحفظ الصور والنصوص ومواضيع أخرى. وحث المعلمون الذين قدموا التدريب المتدربين على تطوير الدروس المستفادة في مكان العمل والقيام بأداء فعال. وفي الختام حصل المتدربون على شهادات وجوائز من قائد مركز تدريب قوات الشرطة والأمن العميد آدم كوكل، ونائب قائد المركز العقيد رأي قالاب، ورئيس إدارة الشرطة الإريترية المقدم حيل برهيم. أجرى مكتب الإيرادات الداخلية بالإقليم الجنوبي محاضرة حول الضرائب والرسوم لأكثر من 300 من إداري الضواحي وأصحاب المزارع التجارية وعمد القرى وجبات الضرائب. وقال السيد موسى محمد رئيس مكتب الإيرادات الداخلية بالإقليم الجنوبي خلال المحاضرة المنتظمة في بلدة ميعين، قال إن أي صاحب دخل ملزم بالإعلان عن دخله ودفع الضرائب المناسبة، وأشار إلى أن عدم دفع الضرائب في الوقت المحدد سيؤدي إلى عقوبات غير مرغوب فيها. وذكر أنه يتم تحصيل الضرائب من الزراعة الريفية والأنشطة التجارية والزراعة التجارية في مديرية ميعين من وقت لآخر، ومع ذلك قال إن هناك ديون متراكمة نتيجة لعدم سداد دافعي الضرائب في الوقت المحدد. وحث جبات الضرائب الزراعية الريفية على العمل بجدية وعلى عمد القرى وإداري الضواحي التعاون معهم. من جانبهم أشار المشاركون إلى أن تأخر الاستلام ومشاكل النقل هي التحديات الرئيسية، وطالبوا مكتب الإيرادات الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. نظم مكتب شرطة مرور إقليم جنوب البحر الأحمر محاضرة للطلبة ركزت على واجبات ومهام شرطة المرور بالإضافة إلى لوائح وإشارات المرور وعواقب الحوادث المرورية وأيضا الوقاية من الحوادث المرورية. وقال قائد شرطة مرور الإقليم الرائد هابتي جبرو إن شرطة المرور تعمل على منع مخالفات القانون وحوادث المركبات، وهي أيضا هيئة تقوم بالتحقيق وتصحيح ومعاقبة من ينتهك القوانين، إلا أن العمل على الوقاية والحد من الحوادث المرورية التي تسبب أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات لا تستطيع شرطة المرور أن تفعلها بمفردها. لذلك يجب على جميع شرائح المجتمع بشكل عام والطلاب بشكل خاص أن يكونوا على دراية بذلك.
وفي الوقت نفسه أجرى مركز شرطة عصب الأول مناقشة موسعة مع سكان إدارة منطقة بلينكوما حول دور المواطنين في مكافحة الجرائم والمخالفات. وقال قائد الشرطة الملازم تخلى مريم تكي ورئيس مكافحة الجريمة عبد الله علي إن الجريمة تدمر الاقتصاد وتشوه الثقافة والمعتقدات، لذا يجب علينا مكافحة ذلك في وقت مبكر. وذكر الآباء بتربية أطفالهم على القيم الوطنية والمجتمعية السمحة. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات واسعة النطاق على برامج إيران العسكري للمسيرات ردا على هجومها غير المسبوق ضد إسرائيل. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن واشنطن تستهدف 16 شخصا وكيانين يعملون على إنتاج طائرات إيرانية بدون طيار، منها طائرات الشاهد التي تم استخدامها خلال هجوم 13 من أبريل الجاري. كما أعلن البيان الأمريكي أن لندن تفرض عقوبات تستهدف العديد من المنظمات العسكرية الإيرانية والأفراد والكيانات المنخرطة في صناعة المسيرات والصواريخ البالستية الإيرانية. في السياق ذاته، أظهرت إفادة رسمية أن بريطانيا فرضت عقوبات على كيانات عسكرية إيرانية تشمل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والقوة البحرية الخاصة بالحرس الثوري. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تنظيم داعش قتل 20 جنديا ومقاتلا في قوات موالية للحكومة السورية خلال هجومين في مناطق خاضعة لسيطرة دمشق. وأفاد المرصد بمقتل 16 عنصرا من قوات الجيش السوري وفصائل موالية لها جراء هجوم نفذته خلايا تابعة لتنظيم داعش استهدف حافلة نقل عسكرية في ريف حمص الشرقي. كذلك قتل 4 عناصر من قوات الجيش في هجوم آخر للتنظيم على مقر عسكري في ريف البوكمال في شرق سوريا وفق المرصد. أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو مقتل قائد جيش بلاده فرانسيس أوموندي أوغولا و9 من كبار ضباط الجيش في تحطم مروحية عسكرية غرب البلاد. وقال روتو: عانت أمتنا من حادث طيران مأساوي، مشيرا إلى أن الحادث تسبب أيضا بمقتل 6 ضباط آخرين، في حين نجا 2 ممن كانوا على متن المروحية. وفي وقت سابق من اليوم ذكر مصدر في الشرطة أن 5 لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون عندما تحطمت مروحية عسكرية. وقال المتحدث باسم الرئيس إن الطائرة سقطت في مقاطعة إلجيو ماراكويت دون الخوض في تفاصيل بشأن سقوط قتلى. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. وزارة الصحة تقوم بتطعيم أكثر من نصف مليون طفل ضد مرض الدرن والحصبة الألماني وتوزيع فيتامين ألف. تنفيذ أنشطة الحفاظ على التربة والمياه بمناسبة يوم العمال العالمي. تخريج ضباط الشرطة مدربون على تكنولوجيا الكمبيوتر. بعد الاتحاد الأوروبي، واشنطن ولندن تفرضان عقوبات جديدة على إيران. 20 قتيلا من الجيش السوري وقوات موالية في هجمات لداعش. ومقتل قائد الجيش الكيني و9 ضباط كبار بتحطم مروحية. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، وشكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.